بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل كلام عن الموديل. كان ناقص بس في اللايرز بتاعته كنا عايزين نعرف يعني ايه الكونفوليوشنال 1 دي وايه هي الجلوبال ماكس بول 1 دي. طيب طبعا احنا عارفين هي الدنس واتكلمنا عن الدروب اوت قبل كده، والكونكاتينيت مجرد بس اللي هي بتجمع او بتضيف بتحط اتنين تنسور جنب بعض. تمام. فناقص بس في الاستراكشر او انواع اللايرز اللي موجوده في الموديل نعرف يعني ايه كونفوليوشنال وايه هي الماكس بولينج وايه هي الجلوبال ماكس بولينج. الاول كده يعني مقدمه تاريخيه كده بسيطه. في سنه 1958 و 59 كان في عالمين عملوا ابحاث عن حاجه في الدماغ بتاع القطط، حاجه اسمها الفيجوال كورتكس، هي موجوده في كل الادمغه تقريبا، يعني عندها الكائنات اللي عندها عيون، او هي ده الجزء المسؤول عن الرؤيه. تمام، اسمها الفيجوال كورتكس. ف عملوا ايه، او يعني ايه اللي لاحظوه يعني وكده. اول حاجه ان في بعض او نيورونز موجوده في الفيجوال كورتكس في القطط عندها حاجه اسمها سمول لوكال ريسبتيف فيلد. يعني ايه الكلمه ديت؟ يعني معنى صح ان النيورون دي مش الانبوت بتاعها مش اللي القطه بتشوفه كله، لا، جزء من اللي بتشوفه. تمام. يعني انا مثلا كبني ادم شايف الشاشه كلها، تمام، ده الحاجه النهائيه اللي انت بتشوفها. لكن في نيورونز في دماغك او بالنسبه للقطط يعني بتشوف اجزاء معينه، يعني متخصصه، بس اللي هي مثلا تشوف مثلا الدايره بتاعه الريكورد اللي فوق دي. جزء تاني مثلا بيقدر يعمل ديتكشن الخطوط مثلا الافقيه. واحد مثلا تاني بيعمل ديتكشن للخطوط الرئيسيه، حاجات زي كده. تمام. طيب حاجه تانية لاحظوها ان الريسبتيف فيلد دوت بعض النيورونز ممكن يبقى عندها نفس الريسبتيف فيلد، بتشوف نفس المنطقه. تمام. او بيبقى في تداخل في المناطق بتاعت الريسبتيف فيلد. يعني مثلا عندي نيورون مثلا نفترض بيشوف الركن اللي هو على اليمين فوق، تمام. نيورون تاني بيشوف مثلا الجزء من الاول هنا كده لغايه هنا. ففي جزء مشترك بين الاثنين نيورون اللي هو الجزء مستر في النص دوت. تمام. او يكون نفس اتنين نيورون ليهم نفس الريسبتيف فيلد، نفس المنطقه بالظبط. تمام. طيب ايه تاني لاحظوه؟ زي ما قلت من شويه ان بعض النيورونز مثلا بيتراكت او مع صح بتعمل ديتكشن ليه مثلا الحتت اللي فيها horizontal لاينز، خطوط افقيه، او vertical لاينز مثلا، او دواير، او مثلا حاجه مثلا مثلث مثلا او مربع، ايا كان الشكل اللي النيورون دوت بيديتكته. تمام. طيب حاجه تانية لاحظوها ان مش كل النيورونز ليهم نفس الريسبتيف فيلد. لا، في بعض النيورونز الريسبتيف فيلد بتاعها صغير، نيورونز ثانيه الريسبتيف فيلد بتاعها كبير. يعني مثلا نيورون بيقدر يعمل مثلا ديتكشن للخط الرأس اللي هو اللي فوق دوت. تمام. نيورون تاني لا، ممكن يعمل ديتكشن لحته اكبر شويه. فبالتالي الحاجه اللي هيقدر يشوفها او اللي هيعمل له ديتكشن يبقى حاجه كومبلكس شويه، مش مجرد خط، لا، مثلا تبقى مربع مثلا او دايره ايا كان الشكل. تمام. طيب آه حلو. دلوقتي احنا قلنا ممكن نيورون يعمل ديتكشن حاجه مور كومبلكس، مثلا اللي هي مربع مثلا او مستطيل او دايره. تمام. الشكل دوت اللي هو المور كومبلكس شويه مبني من ايه؟ من حاجات بسيطه. يعني المربع مثلا مبني من خطين رأسيين وخطين افقيين. تمام. وقلنا ان في بعض النيورونز بتقدر تعمل ديتكشن للخط الرأسي، ونيورون تانية بتعمل ديتكشن الخط الافقي. طيب عشان يبقى في نيورون يقدر يعمل ديتكشن للمربع كامل على بعضه، الشكل كده على بعضه، محتاج ايه؟ محتاج ياخد الانبوت او كانبوت للنيورون دوت، يعني اللي هو الاوتبوت بتوع الاثنين نيورونز اللي هم البساط،
اللي هم واحد بيديتكت الخط الرأسي والتاني بيديتكت الخط الأفقي. لما يدمج التو اوت بوتس دولت مع بعض هيقدر يعمل ديتكشن للمربع. تمام، يعني عشان نصور الكلام دوت بصوره يعني افضل شويه، الخطوط الرأسيه والأفقيه دولت او الحاجات البسيطه ديت هنسميها لو ليفل باترن، نمط المستوى بتاعه بسيط. تمام، المربع على بعضه ده هنسميه هاي ليفل، سن هاي ليفل يعني. تمام، لو جمعت مثلا اكتر من مربع جنب بعض ممكن يعمل لك مثلا شكل بيت مثلا لو هي مثلا صوره مرسومه على الورق، فانت عندك المربع الكبير هو بتاع البيت نفسه، الحدود بتاعت البيت، والمربعات الصغيره مثلا الشبابيك. تمام. طيب آه جميل. اللي انا قلته دلوقتي دوت مش ده اللي كان بيحصل في الدنس لاير؟ انك عندك نيورونز اللي هي البدايه، اللي في البدايه بتاعت النتورك بتاعتك بتعمل ديتكشن لسيمبل او لو ليفل فيتشر، ولما تدخل على اللاير اللي بعديها، اللاير اللي بعديها تعمل كومبينيشن لللو ليفل دي، فبالتالي يبقى عندك هاي ليفل فيتشر. صح؟ ده اللي احنا شفناه حتى في الرسومات اللي هي كانت موجوده في النوت بوكس اللي هي في الاول خالص، كان ده اللي ظاهر. تمام. طيب ايه الفرق بين الدنس والسي ان ان او الكونفوليوشنال لاير؟ الفرق في طريقه الويتس، يعني الويتس مرتبطه ببعض ازاي، او بتو لايرز مرتبطين ببعض ازاي. الدنس لاير احنا عارفين ان كل نيورون في اي لاير الويتس بتاعتها مرتبطه بكل النيورونز بتاعت اللاير اللي قبلها. حلو، يعني ممكن نقول اللي هي 1 تقول او يعني 1 نيورون تقول بريفيوس نيورونز مثلا. تمام. طيب ده في الدنس. طيب السي ان ان بقى، لا السي ان ان بقى بتميز باللي هي لوكال ريسبتيف فيلد. حلو، يعني اللايرز اللي هي في الاول دي مالها عندها القدره عندها القدره انها تشوف جزء صغير بس من الصوره، ده اللي بتعمله ديتكشن. او في يعني مثلا عندي صوره بيت مثلا مرسوم، تمام، في شويه مربعات مثلا مفصلات ومثلث اللي هو بتاع البيت مثلا من فوق كده. تمام، فلما انا ادخل الصوره دي للموديل بتاعي اللي هو فيه السي ان ان، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اللاير مش هتاخد الصوره كامله على بعضها مره واحده، لا، بنجزئها لحتت صغيره. تمام، الحتت الصغيره دي ممكن يكون فيها اجزاء اوفرلاب او ما يبقاش فيها اوفرلاب. حلو، لكل جزء صغير بيحصل عمليه ضرب اللي هي بتاعت الويتس في الجزء الانبوتس اللي موجوده في الجزء الصغير ده. تمام، بعد كده خلصت اول جزء، تاني جزء الصوره يعني هيحصل شيفت صغير. تمام، ويحصل عمليه الضرب ويطلع الاوتبوت بتاعي وهكذا. تمام، في لكل الصفوف وكل الاعمده اللي موجوده في الصوره هتوضح في الرسمه في السلايد اللي بعدين. تمام، فالفرق بين الدنس والسي ان ان في السي ان ان عندها حاجه اسمها ويت شيرنج، وتبقى بارشالي كونكتد لايرز، يعني اللي هي مش بتشوف الصوره كامله مره واحده، لا هي بتبقى اجزاء صغيره. حلو، وانا عارف يعني ويت شيرنج بعد شويه. طيب تمام، فالنيورونز اللي هي في اول كونفوليوشنال لاير مش بتبقى كونكتد لكل سنجل بيكسل في الانبوت ايمج، لا بتبقى البيكسل في حته صغيره اللي هي الريسبتيف فيلد بتاع اللاير دي. تمام. طيب في السكند لاير بقى هتبقى برضه كونكتد للريسبتيف فيلد صغير، بس منين بقى؟ من الفيرست كونفوليوشنال لاير، مش في الانبوت. زي فكره الدنس، انت كل لاير بتبقى مربوطه او بتتاثر باللاير اللي قبلها على طول، مش بالانبوت، يعني بتاثير مباشر باللاير اللي قبلها. تمام، حلو، خلينا بقى نوضح يعني نشوف بقى صوره توضح اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب الصوره اللي تحت اللي هي الكبيره دي ده الانبوت بتاعي. تمام، هنلاحظ فيه لونين من المربعات، لون رمادي ولون ابيض. هنركز او يعني
اللون الرمادي دوت عباره عن اصفار، يعني القيمه اللي في المربع دوت صفر. هنعرف ليه محطوط صفر دلوقتي. تمام. والصوره الصغيره اللي فوق دي ده الاوت بوت من الكونفوليوشنال لايرز او كونفوليوشنال لاير. تمام. طيب، وفي عندنا شويه الوان موجوده، في لون بنفسجي، لون ازرق، ولون بيج او احمر تقريبا. تمام. وشويه حاجات كده مكتوبه، حاجه اسمها اف دبليو واف اتش، الاثنين قيمهم 3، وحاجه اسمها اس اتش واس دبليو، والاثنين قيمهم كام؟ 2. طيب ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه نلاحظها لو ركزنا شويه ان الالوان الثلاثه، بالاحمر والازرق والبنفسجي دولت، ليهم نفس الابعاد، او معنى اصح ليهم نفس الجزء اللي بيشوفوه، بنفس الابعاد بتاعته. يعني الجزء البنفسجي 3 في 3، صح؟ حلو. الجزء الاحمر 3 في 3 برضه، والجزء الازرق برضه 3 في 3. طيب هنلاحظ حاجه تانية، ان الجزء الاحمر والازرق في جزء مشترك بينهم. تمام، اللي هم الثلاثه اللي هنا دول، ثلاث مربعات اللي هنا. حلو. طيب ايه الفرق بين الثلاثه في 3 بتوع الازرق والثلاثه في 3 بتوع الاحمر؟ الازرق متشفت مربعين عن المربع اللي هم الثلاثه في 3 بتوع الجزء الاحمر. تمام. طيب خلينا بقى يعني نصيغ الارقام دي بشويه متغيرات. يعني الطول والعرض بتوع الفلتر اللي هم الثلاثه في 3 دولت، دوت اللي هو بقى فيه الويتس، الارقام بتاعت الويتس بتاعتي. تمام. فهنا ابعاد الفلتر دوت 3 في 3. تمام، 3 طول مثلا و3 عرض، فعندي 9 ارقام في الفلتر بتاعي، 9 ويتس. حلو. طيب احنا قلنا من شويه في السلايد اللي قبلها، قلنا ان اللاير بتشوف جزء صغير بيحصل عمليه الضرب بين الانبوت والويتس اللي هي موجوده في الفلتر. بعد كده اللي بيحصل بتتشفت حته صغيره. طيب مقدار الشفت دوت انت بتتحكم فيه، فبنسميه سترايد. يعني هتحرك كام بيكسل او كام مربع في المثال هنا، كام مربع يعني، علشان اعمل عمليه الضرب الثانيه. فالصوره هنا السترايد ب2. يعني ايه سترايد 2؟ يعني الجزء الاحمر كان موجود في الركن فوق خالص، او يعني تحت خالص يعني. تمام. حصل ضرب ويطلع لي قيم معينه فوق في الاوتبوت. طيب بعد كده اتحرك مربعين. يعني لو بصينا في الركن بتاع الاحمر هنا كان موجود هنا في الاول. تمام. هتحرك 1 2. تمام. ويبقى هنا ده بدايه عمليه الضرب الثانيه، وبرضه الابعاد 3 في 3. تمام. وهيضرب وهيطلع لي الاوتبوت في المربع الازرق. بعد كده راح متشفت مربعين، يبقى هنا 1 2. تمام. يبقى هنا بدايه الفلتر ونهايه الفلتر هنا، والثلاثه اللي هنا دول كده. تمام. ويطلع لي الرقم في المربع الثالث. تمام. بعد كده يتشفت اخر يعني السلايد الاخيره يعني في الصف دوت، وهياخد اخر 3 في 3 وهيطلع لي الرقم هنا. حلو. طيب خلصنا الصف، هيروح نازل لتحت بمقدار قد ايه؟ كام هنا؟ 2. معنى صح هينزل مربعين تحت، ويبقوا اول 3 في 3 لما دولت كده. تمام. لما ده واللي جنبه واللي جنبه والصف ده كده والصف ده كده. تمام. هيضرب ويطلع الاوتبوت في هنا، وهكذا في باقي الانبوت بتاعي. حلو. طب يبقى الفلتر اللي هو ممكن في بعض الابحاث بتسموه كيرنل مثلا، ده عباره عن لما 3 في 3 في الصوره هنا، ده يبقى فيه الويتس بتاعتي. تمام. والفلتر ويتس طبعا هي دي اللي بتتضرب في الانبوت. تمام. طيب ايه اللي ملاحظينه هنا؟ نفس ال3 في 3 ويتس. تمام. بيحصل لها بس زي سلايدنج كده على الانبوت بتاعي، وبيحصل عمليه الضرب بنفس الويتس، مش بتغير. تمام. فده كده ويت شيرنج، انا ما غيرتش ويتس، لا هي بنفس ال9 ارقام اتضربوا في الركن اللي فوق على الشمال، بعد كده اتشفتوا يتضربوا في الجزء 3 9 انبوتس اللي بعديهم، وهكذا. تمام. فانت تقدر تتحكم في ايه في الحاجات دي. الفلتر هايت والويتس ابعاد بتاعتك. تمام. والسترايد بيتحرك كل قد ايه. تمام. فالريسبتيف فيلد هو الجزء
اللي الفلتر بيأثر عليه في الانبوت اللي داخل. تمام. الاوتبوت ايمج اللي هي الجزء اللي فوق ده ليه اسم تاني بنسميه الفيتشر ماب. تمام. ده الاوتبوت بتاع الكونفوليوشن. طيب المربعات الرمادي دي فيها اصفار، هنتكلم عنها بعد شويه. حلو. طيب ده في حاله ايه؟ لو الانبوت بتاعك فيه عباره عن تشانل واحده. يعني ايه تشانل واحده؟ في الصور مثلا، لو حد عنده خلفيه في موضوع الصور مثلا وكده، فانا عندي كذا، او الصور بتاعتي ممكن اعبر عنها بكذا طريقه او بكذا صوره، بكذا صيغه يعني. ممكن مثلا بحاجه اسمها جراي سكيل، ممكن مثلا بحاجه اسمها ار جي بي. جراي سكيل دي بتبقى فيها تشانل واحده. تمام. يعني ايه تشانل واحده؟ يعني الصوره بتاعتك طول في عرض، ده الطبيعي. تمام. بس كل بيكسل في الصوره ليها قيمه واحده. ده القيمه دي بتدل على ايه؟ بتدل على الانتنسيتي او الشده بتاعه اللون الرمادي. تمام. فلو انت عندك مثلا الصوره او في جزء من الصوره فيها رمادي تقيل شويه، فهتلاقي الرقم عالي. ابيض مثلا فتلاقي الرقم قليل، صفر مثلا. تمام. الار جي بي بقى، هنا بقى الثلاثه شانلز، ار ريد جرين جي، والبي اللي هي البلو. تمام. فالثلاث شانلز ورا بعض، برضو كل تشانل متخصصه بلون معين بتدل على الانتنسيتي بتاعه الريد او الجرين او البلو. تمام. المزيج بتاعهم ده الصوره النهائيه اللي انت بتشوفها. تمام. يعني مثلا الجزء اللي هو الازرق هتلاقي مثلا نفترض الار صفر والجرين صفر برضو، والبي اعلى ما يمكن 255 مثلا. تمام. اللون البنفسجي هتلاقي مثلا مزيج بين الثلاث قيم. تمام. طيب ايه بقى اللي بيحصل لو عندك الانبوت فيه كذا تشانل؟ طيب ده كده الشكل النهائي او الحقيقه اللي بتحصل في الكونفشنال لاير. ايه بقى اللي بيحصل؟ ادي الانبوت بتاعك 3 تشانل ريد جرين برو. حلو. وعندي 2 كونفشنال لايرز، كل لاير الاوتبوت بتاعها في كذا فيتشر ماب. طيب كل ماب طلعت منين؟ من فلتر، يعني مجموعه ويتس. حلو. طيب في الصوره اللي هنا انا عندي كان فلتر واحد 3 في 3 بيتضرب اليمنت وايز وبيطلع لي الرقم. طيب يعني ايه اليمنت وايز؟ يعني عندي 3 فلتر مثلا، ادي 3 في 3 اهمت، ده الفلتر بتاعي. تمام. هيتضرب في الانبوت، يعني هناخد بس الصوره دي كده ورا. تمام. ادي 3 في 3 بتوعي هيتضربوا في اول 3 في 3 بيكسلز في الصوره بتاعتي. تمام. element وايز يعني ايه؟ الصفر هيتضرب في الركن اللي هنا فيطلع لي صفر، واحد هيتضرب في البيكسل اللي بعده هيطلع لي نفس الرقم في بتاع الانبوت، وهكذا. تمام. فكده هيطلع لي كام؟ 3 في 3 ارقام برضو. طيب لو لاحظنا هنا بس في بيكسل واحد طالع، ده بيجي منين؟ بيجي من مجموع التسع ارقام بعد الضرب. تمام. وطبعا في البايس بيتضاف وبعد كده الاكتيفيشن بتاعتي. تمام. حلو. ففي النهايه بيطلع لي الثلاثه في ثلاثه دول بيختزلوا او يعني بيندمجوا مع بعض في بيكسل واحده في الاوتبوت او الفيتشر ماب. جميل. طيب في حاله بقى ان الانبوت بتاعك ليه سمك، ليه كذا شانل، الفلتر يبقى شكله عامل ازاي؟ برضه هيبقى ليه سمك. يعني لو الابعاد بتاعتك 3 في 3 بتاعت الفلتر 3 في 3، والانبوت بتاعت او الشانلز بتاعت اللاير اللي قبلها على طول فيها 3 شانلز مثلا الريد جرين بلو، فهيبقى ابعاد الفلتر بتاعك 3 في 3 طول في عرض و3 سمك. ده كده فلتر واحد، يعني السمك المجسم المكعب اللي هو 3 في 3 في 3، ده كده فلتر واحد هيطلع لك فيتشر ماب واحده. تمام. يعني معنى اصح خدنا ده كده كوبي بيست، ده الكتله دي كده على بعض، ده كده فلتر واحد. بس نلاحظ القيم اللي جوه مش لازم تبقى نفس القيم، لا بتبقى قيم مختلفه. تمام. انا مثلا خدتها كوبي بيست، لكن في الطبيعي بتبقى قيم مختلفه زي ما نشوف على الكليه بعد شويه. تمام. طيب فده كده
فلتر واحد علشان الانبوت بتاعي في 3 شانلز، والطول في العرض والطول والعرض بتوع الفلتر اللي انا محددهم 3 و3. جميل. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ تيجي اول تشانل مثلا دي هتتضرب برضو element وايز في اول تشانل بس. تمام. طلع لي كام رقم؟ 9 ارقام، 3 في 3 برضو. تاني تشانل هتتضرب في تاني او في تاني تشانل في 3 في 3 برضو، هيطلع لي برضو 9 ارقام. بعد كده اخر تشانل هتتضرب في تالت تشانل برضو element وايز، هيطلع لي 9 ارقام. فانا كده عندي كام رقم؟ 9 في 3، عندي 27 رقم. هيتجمعوا مع بعض طبعا بعد ما ضفت البايس، يعني تجمعهم، بعد كده تضيف البايس، بعد كده الاكتيفيشن، وده هيطلع لك ايه بقى؟ بكسلايه واحده بس في الفيتشر ماب بتاعت اول فلتر، اللي هي مثلا بتمثل لي هنا اول شريحه في الكونفوليوشنال لاير الاولانيه هنا كده مثلا. تمام. نفس التسع او نفس ال 27 ويتس هيتشفتوا بالاستراد اللي انت محدده، وهيتضربوا برضو اول فلتر او يعني اول تشانل هنا هتتضرب element وايز، تاني تشانل في element وايز في تاني تشانل، تالت تشانل element وايز في تالت تشانل. تمام. اللي هو 9 ارقام يعني. تمام. هتجمع وهتضيف البايس وهتعمل اكتيفيشن، وهيحط لك هنا الاوتبوت في البكسل اللي جنبيها على طول في الفيتشر ماب الاولانيه. تمام. العمليه دي بتحصل على كل الانبوت. تمام. وهيطلع لك فيتشر ماب واحده، هتبقى عباره عن ايه بقى؟ ابعادها طول في عرض معين وسمك واحد، يعني عشان هي فيتشر ماب واحده. تمام. الفلتر التاني بقى برضو 3 في 3 في 3. تمام. 3 في 3 عرض و3 سمك بارقام مختلفه. تمام. هيتضربوا برضو هيتمشوا على نفس الفلتر، على نفس الانبوت، وهيطلع لي الفيتشر ماب الثانيه. تمام. فلو نفترض مثلا انت محدد الفلتر عدد الفلترز 10، فهيطلع لك 10 فيتشر ماب. كل ماب عباره عن ايه؟ ان الويتس بتاعت الموجوده في الفلتر ده بتتضرب element وايز في التشانلز، وبتتجمع، بتضاف البايس، وبتعمل اكتيفيشن، ويطلع لك الاوتبوت في المكان بتاعه في الفيتشر ماب يعني. تمام. طيب دي كده اول لاير. اول لاير في الغالب بتتعلم حاجات بسيطه، مثلا خطوط راسيه، خطوط افقيه، حاجات زي كده. تمام. تاني لاير بقى كونفوليوشن، ايه اللي بيحصل فيها؟ نفس الفكره برضو، مفيش اي تغيير. هنا الانبوت لللاير الثانيه برضو حاجه سمك في كذا تشانل، اللي هي مثلا 10 تشانل، 10 فيتشر ماب، او 10 تشانل، سواء دي او دي. تمام. طيب فهنا بقى لو انت محدد في اللاير الثانيه، لو انت محدد مثلا الطول والعرض برضو 3 في 3 بتاع الفلتر، السمك بقى يبقى كام؟ هو بيديتكت اوتوماتيك على حسب الشانلز بتاعت اللاير اللي قبلها. فانا اللاير اللي قبلها اللي هي بتاعت الكونفشنال واحد فيها 10 مابس، فبالتالي السمك بتاعك يبقى 10. يعني الفلتر الواحد يبقى كام في كام في كام؟ 3 في 3 انت بتحددهم، و10 اوتوماتيك من اللاير اللي قبلها. تمام. طبعا بقيم مختلفه. حلو. بتتضرب element وايز برضو، بيطلع لك بعد الضرب بتاع ال10 شانلز بتوع الفلتر بيتجمعوا، بيتضاف البايس، وبيضاف او بيحصل اكتيفيشن، وبيضيف لك الاوتبوت في الركن مثلا معين هنا. بعد كده بيتشفت الفلتر بتاعك على الجزء اللي بعده بسترايد معين، يتضرب ويتجمع واكتيفيشن، ويتضاف في البكسل اللي بعديها وهكذا. تمام. هنا مثلا كنا محددين الفلترز مثلا 5. حلو. فطلع لي 5 فيتشر ماب، او 5 شانل، او 5 اوتبوت. تمام. طيب في حاجتين ناقصين. ايه القيم بتاعت الصفر اللي هي مربعات الزيرو دي جت اللي هي حطيناها. تاني حاجه، ازاي ابعاد الاوتبوت بتتحسب ازاي؟ يعني لو انا مثلا عندي انبوت 10 في 10 ومستخدم مثلا فلتر 3 في 3 والسترايد مثلا 1 وانا فيش زيرو بادنج، الشكل الاوتبوت ابعاده تبقى كام في كام؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب اول حاجه لو انا مخلي السترايد 0، السترايد قلنا عليها اللي هي الستيب اللي انا بمشي بيها.
تمام، يعني الفلتر بيتنقل بيسكيب كام مربع. فسترايد واحد يعني بيسكيب مربع واحد، بعد كده الضرب، بعد كده اسكيب مربع واحد تاني، بعد كده يضرب، وهكذا. تمام. طيب لو انا عندي السترايد واحد ده اللي هو الديفولت، والبادنج اللي هي عمليه اضافه الاصفار دي برضو قيمتها فاليد، يعني مفيش اضافه اصفار، مفيش بادنج، ده الديفولت برضو. والكيرنل سايز بتاعي 7. يعني ايه 7؟ يعني في 7 ويتس. حلو. الانبوت بتاعي 10 10 مربعات مثلا، والكيرنل سايز 7، وسترايد واحد. السترايد يعني لو ملاحظين هنا هنلاقي اول عمليه ضرب اول 7 قيم، بعد كده بيتشفت مربع يحصل الضرب الثاني، وهكذا لغايه ما يوصل لاخر الانبوت بتاعي. تمام. البادنج فاليد يعني مفيش اصفاره بتضاف في اليمين او الشمال. طيب الاوتبوت بتاعي بقى فيه 4 قيم، جت منين؟ او ايه العمليه الحسابيه اللي انا بقى ممكن استخدمها علشان اعرف الشيب بتاع الاوتبوت كام في كام؟ عندك الانبوت الداخل اللي هي في المثال هنا 10 مربعات خضر، ناقص اف اتش. يعني ايه اف اتش؟ الفلتر هايت مثلا او فلتر ويتس، على حسب البعد اللي انت عايز تحسبه. تمام. طيب فمثلا هنا مثال كان 10 انبوت في الاي اتش 10 ناقص 7، ده كان السايز بتاعك كده 3، زائد اس اتش اللي هي السترايد بتاعك 1، 3 زائد 1 كام؟ 4، على الاس اتش برضه 1، ف4 على 1 كام؟ 4. الاوتبوت بتاعك فيه كام قيمه؟ 4 قيم. طيب هنا ده كده ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل ان الانبوت بتاعي صغر. حلو. طب لو انا مش عايزه يصغر، بنضيف البادنج بقى اللي هي الاصفار اللي هي في الصوره اللي على اليمين، نفس الحاجات اللي هي الكيرنل 7 والسترايد 1، بس البادنج هيبقى قيمته تختلف، هتبقى سيم. يعني ايه سيم؟ يعني خليه الاوتبوت سيم زي الانبوت بنفس الابعاد. يعني مثلا لو الانبوت هنا 10 مربعات خضر، فيبقى الاوتبوت برضو 10 مربعات، 10 مربعات يعني. تمام. ليه؟ او ده اتعملت ازاي؟ ان هو بيضيف اصفار في اليمين والشمال. تمام. فالحساب هيتم ازاي بقى؟ الانبوت بتاعك كام؟ 10 خضر، الانبوت الاصلي قبل البادنج. تمام. 10 على السترايد، فانا السترايد 1، 10 على 1 ب 10. ده امتى؟ لما تكون عامل بادنج. تمام. هنا لو هي 1 دايمنشن نفس الفكره او نفس المعادلتين. لو انت عندك حاجه 2 دي، يعني عندك يعني حاجه صفوف واعمده، تمام، فلو مفيش بادنج هتصغر برضو بقى حسب بقى المعادله بتاعتك. لو انت عايز تحسب مثلا الصفوف هتصغر بمقدار قد ايه، هتبقى نفس المعادله، بس هتستخدم بقى الابعاد بتاعه الكيرنل سايز في الصفوف والصفوف بتاعه الانبوت الاصلي. تمام. لو انت عامل بادنج، فمجرد تقسم الانبوت كاعمده على السترايد مثلا هو 2 او 1 حسب الرقم، وعشان ده عشان تطلع الاعمده، وعشان تطلع الصفوف هتقسم عدد الصفوف على السترايد. حلو. طيب ده لو السترايد 1. لو السترايد مش 1، 2، 3 اي رقم تاني، خلينا نشوف. مفيش بادنج، كده الساعه برضو، والانبوت برضو 10، بس السترايد كام؟ 2. يعني 2 يعني اسكيب، اعمل خطوه، امشي خطوتين واعمل الضرب اللي عليه الدور. تمام. طيب نفس المعادلتين، الانبوت الاصلي 10 ناقص الاف اتش الكيرنل سايز بتاعك كام؟ 7، 3 كده. تمام. الطرح 3 زائد 2 5 على الاثنين 2 ونص. قرب للرقم اللي تحت، يعني شيل الكسر، شيل النص دوت، فيبقى لك 2. ادي 2 اوتبوت. حلو. طيب لو انا عملت زيرو بادنج، هل هيحافظ على ال10؟ لا. ليه؟ عشان انت عامل الاسترايد مش 1. تمام. الاسترايد 2، فالمعادله بتاعتك برضو الانبوت الاصلي 10 على 2، 5. تمام. يعني معنى اصح نقدر نقول ان عمليه البادنج بتعمل ايه؟ او بتلاشي النقص بتاع ايه؟ بتاع عمليه الكونفوليوشنال بس. لما الاسترايد يكون 1. تمام. الاسترايد 2 لا، برضو الانبوت هيصغر، بس
بالنسبه بتاعه الاسترايد، انت مثلا عامل استرايد 2 فهينقص للنص، عامل 3 هينقص للتلت، عامل 4 هينقص للربع، وهكذا. تمام. طيب حاجه اخيره هنا كده، دي كده كانت الكونفوليوشنال عامه. طبعا هنا مستخدمين 1 دي. يعني ايه 1 دي؟ يعني الداتا بتاعتك 1 دايمنشن، مش 2 دايمنشن. يعني ايه 2 دايمنشن 1 دايمنشن؟ هو في اكتر من كده ولا لا؟ في اكتر من كده، ممكن في 3 دايمنشن. 3 دايمنشن يعني من اسمها كده لحاجه مجسمه. انت مثلا بتاخد او الداتا بتاع الانبوت بتاعك، مثلا البروتين كستراكشر على بعضه حاجه 3 دي في اكس واي وزد. تمام، فاستخدم مثلا الكونفو 3 دي. تمام. الكونفي 2 دي مثلا لو بتتكلم مثلا مع صور او حاجه فيها 2 دايمنشن، اللي هي ابعاد الداتا نفسها ليها بعدين. ال 3 دي الداتا نفسها ليها اكس واي وزد سمك. تمام. ال 1 دي الداتا بتاعتك 1 دايمنشن. تمام. طيب لو خدنا بالنا هنا الشيب بتاعك كام في ليه رقمين، يعني في اللي العرض وفي الارتفاع، وانا بستخدم كونف 1 دي. يعني ايه ده بقى؟ لسه قلت دلوقتي ان الداتا بتاعتك لو 1 دايمنشن يعني 1 دايمنشن حاجه لسته او فيها ارقام 1 دايمنشن. لو هي 2 دي يعني طول وعرض. طب ما ده كده مش طول وعرض. آه كقيم طول وعرض. تمام. لكن الداتا نفسها عباره عن ايه؟ احنا هو طول العرض دول جم منين؟ جم لو فاكرين واحنا بنعمل كود للداتا، السبع اعمده دولت اللي هم بالنسبه للبروتين، يعني اللي هم الامينو اسيد بتاعك كان تم الاهلي جروب. تمام. والصفوف ده الماكسيمم نمبر بتاع السيكونس بتاعتك، ماكسيمم امينو اسيد يعني في السيكونس. تمام. طيب يعني الداتا بتاعتك عباره في الاصل عن عباره عن ايه؟ السيكونس. السيكونس ديت 1 دايمنشن، شويه حروف، ايه امينو اسيد الانين سيتوسين سيستين حاجات زي كده. تمام. فهي عباره عن لسته. الاعمال دي جت منين؟ عشان عملنا 1 هوت انكودنج. تمام. طيب لو انا بتعامل مع صور الكونف 2 دي بقى في دايمنشن ثالث هيتضاف اللي هو التشانلز. تمام. يبقى الشيب بقى بتاع الانبوت كذا في كذا وكذا، ورقم ثالث اللي هو الشانل، في كام شانل في الصوره بتاعتي او في الانبوت بتاعي. يعني معنى اصح، لو ال لو الانبوت بتاعك في الاصل 1 دايمنشن استخدم 1 دي. 2 دايمنشن زي الصور مثلا، حتى لو في شانلز. تمام. يعني في الداتا كان باي اري مثلا او كتنسور في 3 ارقام استخدم 2 دي. الداتا بتاعتك 3 دي يعني عندك مثلا الفيديو مثلا التراجكتوري عباره عن حاجه 3 دي وبتتكرر في التايم. تمام. فديت كده ممكن تستخدم 3 دي اللي هي كونف 3 دي. تمام. طيب فكده ناقص ايه؟ كده خلاص عرفنا الكونفرشن 1 دي الكونفرشن عامه. عايزين نعرف ايه بقى الماكسي بول دي بقى. طيب الماكسي بول برضه اللي هي نفس الفكره، فلتر سايز وسترايد، بس ما فيهاش ويتس. طب بتعمل ايه بقى دي؟ انت في هنا في التنسر فلو او يعني عامه في نوعين من البولينج، ماكس وافريج. من اسمهم كده واحده بتجيب الماكسيمم والثانيه بتجيب الافريج. طيب بتجيبهم منين؟ على حسب الابعاد بتاعت الفلتر. يعني هنا مثلا في الصوره اللي فوق دي، تمام، انا عندي الفلتر بتاع الماكس بولينج هنا 2 في 2. تمام. وهي ماكس عشان بتاخد الماكسيمم فاليو من الاربع قيم اللي الفلتر بيأثر عليهم. تمام. وده بيمثل الاوتبوت بتاعي. فمثلا ادي القيم بتاعتك 1 2 5، الماكسيمم كام؟ 5. فالخمسه دي بس دي اللي هتعدي للاوتبوت، الثلاث قيم التانيين مش هيعدوا. تمام. طيب هنا بقى الاسترايد كام؟ الاسترايد 2. اللي عرفت ازاي اللي هو 2؟ لو خدت بالك ادي المربع الاحمر هنا اهو. تمام. واخد 2 في 2. المربع الازرق تاثيره فين؟ بعديه يعني عملت خطوتين، بعد كده عملت التاثير بتاع الماكس بولينج. تمام. فبرضه هتشوف الماكسيمم فاليو هنا كام في الاربع قيم دولت،
وده بس ديت اللي تعدي فيه الاوتبوت بتاعك. تمام. آه التأثير الواضح ان الصورة بتاعتك بتظهر يمكن بمقدار اكبر من الكونف لوحده. ليه؟ هنا الماكس بولينج هنا كان 2 في 2 والسلايد 2. لو خدت بالك الانبوت بتاعك كان كام في كام هنا الاصلي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هو في 9 بس ما دخلتش معاك ليه؟ علشان السترايد ب2 ومفيش بادنج. تمام؟ الماكس بولينج هتشوفه 8 في كام؟ في 6. الاوتبوت بتاعك بقى كام في كام؟ 4 في 3. صغر للنص. تمام؟ الداتا بتاعتك صغرت للنص. حلو؟ فدي حاجه تاخد بالك منها، ان لما بتستخدم 2 في 2 كابعاد والسترايد ب2 برضو الصوره بتصغر للنص. تمام. طيب ماشي. في بعض المميزات هنا في الماكس بولينج اللي بتعمل حاجه اسمها ترانسليشنال انفاريانس. يعني ايه؟ يعني خلينا نبص الصوره اللي تحت. عن 3 انبوتس نفس الشكل بس مجرد بس متشفت بيكسل يمين، يعني الايه ده الاصلي مثلا، البي متشفت بيكسل يمين، السي متشفت 2 بيكسل مقارنه بالايه. حلو. والثلاثه اثر عليهم بالماكس بولينج. ده الاوتبوت بتاعك. حلو. ايه اللي ملاحظينه في اي وبي؟ نفس الاوتبوت، نفس القيم نفسها هي. تمام. ليه؟ على الرغم ان ان الانبوت بتاعي متشفت. علشان لو انت هنا دي كانت الانبوت السترايد الفلتر بتاعي كان في كام؟ كده 4 2 في 2 وسترايد 2. فالصوره صغرت للنص. تمام. فالاوتبوت بتاعك هو ليه؟ علشان لو انت لو مشيت بالماكس بولينج على الانبوتس المختلفه بستيب 2 وخدت الماكسيمم فاليو، هتلاقي الشكل اللي هيطلع هنا هو الشكل اللي هيطلع هنا، على الرغم ان في شفت او مع حاصل ترانسليشن، اتشفت سنه. تمام. فانت لو عندك مثلا صور فيها حاجه موجوده في الركن في الجنب الشمال مثلا، وده في التريننج مثلا. تمام. اثناء البريدكشن مثلا او وانت مثلا بنجرب على داتا في التيست مثلا، في حاجه في نفس الصوره بس متشفته السنه يمين، هتطلع لك نفس البريدكشن. يعني بافتراض يعني لو هي كانت 1 لاير مثلا. تمام. ده بيفيد في ايه؟ لو انت عايز تعمل ديتكشن لحاجه انت مش عارف مكانها ممكن يبقى موجود فين، يعني في الجنب اليمين في الجنب الشمال فوق تحت، انت مش عارف مكانها فين، مش ملاش مكان ثابت يعني. تمام. فده ممكن يعني ده هتفيدك او هتخلي الموديل بتاعك مش بيتاثر بمكان الصوره او الحاجه فين، هل مكانها في اليمين ولا مكانها في الشمال ولا فوق ولا تحت. تمام. فده بيعمل لك او بيضيف الخاصيه او القدره ديت للموديل بتاعك يعني. دي اصلا يعني الترانسليشن انفاريانس دي برضو موجوده في الكونفوليوشنال الاصلي، اللي حتى من غير ال من غير البولينج. يعني في عمليه الكونفوليوشن نفسها بعد ما يحصل تريننج وكده، يعني الويتس اللي موجوده في الاخر بعد التريننج بتقدر تعمل ديتكشن لنفس للحاجه اللي تتعلمها مهما كان مكانها فين في الصوره. حاجه منطقيه. انت مثلا لو عندك الفلتر ده الفلتر بيديتكت الخطوط الرئيسيه، الفيرتيكال لاينز. تمام. فانت عندك وانت بتعمل كونفوليوشن انت بتعمل سلايدنج فوق، يعني من الشمال لليمين، بعد كده تنزل تحت شويه، بعد كده من الشمال لليمين تنزل تحت شويه، من الشمال لليمين وهكذا. تمام. فمهما كان الخط الرئيسي موجود فين في الصوره هيحصل له ديتكشن برضه. حلو. طيب ده كده كان ماكس بولينج. الافريج من اسمه ان بتاخد افريج للاربع قيم مثلا او للسايز بتاع الفلتر اللي انت محدده. حلو. طيب ده كماكس بولينج بس او كافريج بولينج بس. طيب هنا ايه اللي موجود؟ جلوبال ماكس بولينج. يعني ايه بقى الكلام ده؟ نفس الماكس بولينج برضه، بس ايه الفرق؟ الفرق ان بياخد الماكسيمم على كل الفيتشر ماب كلها. رقم يعني الفيتشر ماب لوحدها هيطلع لك رقم واحد، الفيتشر ماب اللي بعديها هيطلع لك رقم تاني وهكذا. تمام. فكأنه بيختزل كل
القيم اللي موجوده في الماكسيمم فاليو بس. تمام. فده كده كان الماكس بولينج والكونفوليوشن. طيب خلينا يعني نشوف عمليه الكونفوليوشن كده ككود. ادي سيكونس، ادي موديل بسيط في 1 لاير فيها 2 فلتر وفيها الكيرنل سايز 3 دي 2 دي. تمام، يعني المفترض الفلتر بتاعك يبقى اللي طول وعرض، صح؟ ده كده اوتوماتيك هيبقى 3 في 3. حلو. طب انا مش عايزه 3 في 3، عايزه مثلا 5 في 3. فهتعمل ايه؟ تعمل كده 5.3. تمام، او ممكن تكتبها 3 في 3 عادي، اللي تنصح، سواء كده او تحدد الرقمين اللي انت عايزهم عادي. تمام. طيب الانبوت شيب عشان دي اول لاير، فاول لاير يعني، فانا بقول له 4 في 4 في 3، يعني الانبوت اللي داخل فيه طول وعرض 4 واللي تشانل 3. ادي الراندوم، ادي الانبوت بتاعي، ارقام عشوائيه من 0 ل 1. عامل لهم ريشيب في الاخر ل 1.443. 443 دولت عشان يبقى نفس الشيب اللي هنا. طب ايه الواحد دوت؟ ده اللي هو الباتش سايز بتاعي او عدد الاكزامبلز، فهو اكزامبل واحد. تمام. وفي الاخر بحوله ليه فلوت، فدوت شكل الاوتبوت بتاعي، او اسف الانبوت اللي هيدخل لي الصوره للموديل بتاعي. تمام. 4 في 4 في 3 شانلز. تمام. هنعمل كومبايل عشان يعمل انشلايز للويتس، واديله الانبوت فهيطلع لي الاوتبوت 2 فلترز 2 في 2. تمام. ادي الفلتر الاولاني وادي الفلتر الثاني. طب ليه 2 في 2؟ كده السايز كام؟ 3. حلو. الاسترايد اوتوماتيك 1 وما فيش بادك. طيب الانبوت شيب كام 4 في 4. تمام. نيجي للمعادله. يعني المعادله اهيت، مفيش الاسترايد 1 ومفيش بادك، فادي المعادله بتاعتي. الاصل الانبوت الاصلي كام؟ 4. فتبقى 4 ناقص الاسترايد كام؟ الكيرنل سايز كام؟ 3. ف4 ناقص 3 1 زائد الاسترايد اللي هو 1، فتبقى 2. 2 على 1 ب2، فبالتالي هيبقى 2 في 2 الايه؟ الفيتشر ماب بتاعتك. حلو. طيب عايزين بقى نعرف القيم دي جت منين. احنا بس هناخد مثال على القيمه دي. تمام. ده الشيب بتاع الويتس بتاعتك اللي هي بتاعت الفلترز، يعني طول وعرض 3 في 3 تشانلز و2 فلتر. انا حددت دولت، دي جت منين؟ بناء على الشانلز اللي هنا. تمام. ودولت انا محددهم هنا الفلترز بتاعتي. حلو. طيب القيم بتاعت الفلترز ادي، اسف، الشانلز بتاعت اول فلتر. الفيرست فلتر دي تشانل رقم 1، القيم بتاعتها 3 في 3 بتوعي. الشانل الثانيه 3 في 3، والشانل الثالثه 3 في 3. حلو. وهنا ده البايز بتاعي عشان ده في الاول، فبتبقى قيمه كام؟ اصفار. هنا قيمتين بس عشان 2 فلترز، فانا بجمع بايس على بعد في الاخر خلاص بعد الضرب والتجميع، فبايس لكل فلتر. طيب ده كده القيم بتاعت الفيرست شانل بتاعت اول فلتر. حلو. وادي الفيرست انبوت شانل كلها. انا الضرب بتاعي في اول رقم هنا ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي ان الفلتر بتاعي الثلاثه فلاتر دولت جم في اول 3، و يعني اول 3 في 3 اللي هم الركن اللي فوق دوت، حصل ضرب element وايز. تمام. الضرب الاليمنت وايز. تمام. وبيتجمع، هنجمعه في الاخر يعني. تمام. وبيطلع لي الاوتبوت بتاعي. تمام. فنعمل نفس الفكره في السكند شانل والسكند انبوت شانل، وهنضربهم في بعض. ادي الاليمنت وايز والثيرد شانل والثيرد انبوت شانل. تمام. ونضربهم في بعض. حلو. طيب بعدين كده انا عندي 3، يعني 3 ماتريكس، كل واحده منهم 3 في 3. هنجمعهم كلهم مع بعض. تمام. ويطلع لي رقم 1
يعني حصل جمع بقى التست 27 رقم دولت اللي هو سالب 0.644. لو بصينا فوق هنا اهو سالب 0.644. حلو. فادي دوت ده كده اول كونفوليوشنال فوق خالص في الركن الشمال فوق. الخطوه اللي بعديها اللي هيحصل بقى ان الفلتر نفس الفلتر هيتشفت ل الثلاثه فلاتات التانيين اللي هم ال101 دوت و001 وال101 برضه ضرب اليمنت وايز في الثلاثه شانلز ويطلع لي الاوتبوت بتاعي. تمام. فدي كده كانت مثال مبسط للسي ان ان يعني. تمام. طيب وكده احنا كده خلصنا الاستراكشر بتاع الموديل اللي خلاص عرفناه كونفوليوشنال جلوبال ماكس والكونكتينيت والدنس والحاجات دي. تمام. في حاجه بس هنتكلم عنها المره الجايه، حاجه اسمها تنسر بورد اللي هي بس بتخليك تتابع الموديل بتاعك، شكل ارقام الويتس بتاعتك، الديستريبيوشن بتاعها، الاكيوراسي، الحاجات دي، والموديل شغال او بعد ما بيخلص. تمام. فعلا تبقى حاجه مهمه يعني نفترض. عشان ليه مهمه؟ عشان لو انت مثلا بتعمل تريننج على سوبر كمبيوتر، حاجه ريموت مش على الجهاز بتاعك، تمام، وعايز تتابع التقدم او البروجرس بتاع الموديل بتاعك، هل اللوس بتقل ولا بتزيد ولا ايه اللي بيحصل فيها. فانت بدل ما تستنى لغايه الموديل ما يخلص في الاخر وبعد كده ترسم اللوس والحاجات دي، لا، ممكن هو بيعمل تريننج تتابع الموديل بتاعك اصلا او على الجهاز بتاعك عادي وتشوف هو ايه اللي بيحصل له. تمام. فده اللي كان عنه المره الجايه. فاتمنى اكون استفدت، والسلام عليكم.